السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم. صراحة قبرت عليكم بزاف. ولكن اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي رائع بزاف، كنتمنى انه يعجبكم. غادي نشارك معكم السمك ديال السرديل في الفرن اللي كيجي رائع رائع بزاف. كيجي حسن من السمك اللي كيكون مقلي في الزيت بواحد التتبيله رائعه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وخليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا الطريقه والمكونات اللي غادي نخدم بهم. المهم هنا عندي واحد الكميه ديال السمك السرديل. كيف كتعرفوا يعني السمك ديال السرديل رغم البساطه ديالو راه صحي بزاف، وفيه واحد الفيتامينات اللي رائعه بزاف. وباش ما قدر الانسان انه يتناول فيه واحد الكميه يكون احسن. المهم هنا خديت السمك ديالي، شاركت معكم هاد الحبه ديال السمك الطريقه باش كنقيه. يعني كنزول ليه الراس ديالو بعد ما كنكون جريت معها داك المصيرنات ديالو صافي، وكندوز الصبع ديالي الكبير وسط السنسول ديال الحوته، وكنجر معايا داك السنسول وصافي. كنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. وكناخذ الحوت ديالي كيتغسل وكنخليه يتسقطر مزيان وينشف. في هذه الوصفه هذه بالذات باش يجينا الحوت بنين وكيجينا رائع يعني مقرمش وفيه واحد النكهه اللي رائعه. ضروري نعطيوه الخطر يتسقطر وينشف. من بعد خديته سرحته على هذا الشكل هذا على الجهه التحتانيه ديالو، وكنرشو وقايه بالملحه. ضروري كنديروا هاد الخطوات كاملين تبعوهم باش كيجيكم هاد الحوت زوين بزاف. كنرشو واحد رشيشه خفيفه بالملحه، ومن بعد كذلك كنرشو واحد رشه خفيفه بالابزار، وكنخليوه تقريبا واحد المده ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق، غير بيد ما حضرنا التشرميله اللي غادي نشرملو بها هذا الحوت. بالنسبه للتشرميله البنات، يعني الترميله اللي غنخدموا بها يعني مغايره تماما على التشرميله اللي كنعرفوا ديما. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال العطريه ديال اللحم، ضروري تكون عطريه ديال اللحم، مع معلقه كبيره ديال القزبور يابس، مع تقريبا نصف معلقه ديال البابريكا او التحميره. وغنحتاجو واحد 4 حتى 5 الفصوص ديال الثومه يكونوا كبار شويه. بالنسبه للثومه ما كنحيدوش لها القشره، غير كنضربوا لها داك الراس الفوقاني صافي، وكنحكوها في الحكاكه. بمجرد ما كنحكوها الثومه كتنزل لتحت والقشره ديالها كتنزل يعني كتبقى الفوق صافي. هنايا بعد ما حكيت هاد الكميه اللي عندي ديال الثومه، غادي نضيف ليها هنايا واحد راس معلقه ديال الهريسه كيبقى اختياريه. وكنضيف ليهم الفلفله الحمراء، يعني اللي كنكون حضرت معكم ديما راه كتكونوا كتشوفوني كنخدم بها بزاف في جميع ديال الوصفات ديالي. الفلفله الحلوه اللي كنجيبوها وكنطيبوها واحد طيبه خفيفه في الكوكوط مع نصف كاس او ربع كاس او كاس الا ربع ديال الماء على حساب الكميه ديال الفلفله. كنديروها في الكوكوط غير تصفى الكوكوط واحد شويه صافي، وكنطفيو عليها وكنطحنوها وكنحتفظوا بها في المجمد. هنايا ضفت معلقه صغيره ديال المركز ديال الطماطم. وهنايا غادي نضيف كذلك 2 معالق ديال الزيت الزيتون صافي. هنايا كنضيف نصف كاس ديال الماء. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو لهاد التشرميله اللي غادي نشرملو بها الحوت. كيجي رائع رائع بزاف البنات، سيرتو ملي كتضيفوا له داك المركز ديال الفلفله الحمراء راه كيجي رائع بزاف. واصلا هذيك الفلفله الحمراء كتجي رائعه في جميع الاطباق اللي كنخدم بهم، سواء الحوت سواء محموك اللوبيا العدس لي بات خلاص. يعني بزاف ديال الاطباق اللي كان الروز الا درتو بالدجاج، بزاف الاطباق كندخل فيهم هاد الفلفله كتعطيهم واحد النكهه اللي رائعه بزاف صافي. هنايا كناخذوا الحوت ديالنا كيف كتشوفوا انا كنشرم لهم جوج بجوج بهذه الطريقه. انتو كنحطوهم بجوج حتى نغمس داك الجهه التحتانيه، ومن بعد كندوز على الفاصل الفوقاني بجوج. وهنايا باش كتجي هاد الحوت كيجي رائع. السر يعني في الطريقه والخطوات اللي تبعوا الخطوات كاملين. صافي بعد ما كنشرملهم كنغطيوه في بلاستيكه وكنخليوه واحد المده، يعني باش ما خليتوه مده طويله باش ما كيجي هاد الحوت رائع بزاف. المهم خليوه من نص ساعه للفوق باش كيشرب داك لاصوص وداك العطريه اللي فيه مزيان. هنايا غادي ندوزو، عندي هنا واحد الكميه ديال الفينو غادي نضيف ليه
شويه ديال الملحه، وغادي نضيف ليه هنا واحد المكعب ديال الثوم بودره، وغادي نضيف ليه واحد نصف معلقه ديال التحميره، ديك المعلقه راه صغيره شويه. وغادي نضيفو واحد شويه ديال الابزار صافي. وهنايا غادي نضيف كذلك شويه ديال الكمون. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في هاد الخليط ديال الفينو اللي غادي نفندو فيه الحوت ديالنا. ضروري نديروه متبل حيت حتى هو عنده واحد يعني هذه طريقه باش كيجي الحوت زوين وكيجي بنين. يعني ضروري نديروا هاد الخطوات كاملين اللي شاركت معاكم. صافي هنايا كناخذوا الحوت ديالنا وكنبقاو نلبسوه في هذاك الفينو اللي تبلناه وحده بوحده حتى كنكمل الكميه يعني اللي عندي كامله. كنتمنى انكم تجربوا هذا الحوت هذا، يعني ديروه بالطريقه اللي شاركت معكم، يعني بالطريقه المفصله، ما تزيدوا ما تنقصوا، باش تحصلوا ان شاء الله على واحد النتيجه اللي غادي تعجبكم بزاف. وانا متيقنه انكم الا جربتوا هذا الحوت هذا غتستغنوا نهائيا على الحوت مقلي. انتم كيف كتشوفوا يعني بعد ما خليت الحوت واحد المده يعني شرب هذيك لاصوص اللي شرملتهم به. كيف كتشوفوا الارضيه ديال التبصيل ناشفه ما تلقى لا مال حتى شي حاجه. صافي هنايا بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي ديال الحوت، كناخذوا واحد الصينيه ديال الفرن كنفرشوا فيها ورق بابي كويسون، وكنستفوا السردين ديالنا، وكنجيبوا واحد الشيته اولا بخاخ اللي عندكم، كنديروا فيه شويه ديال الزيت وكنبداو كندهنوا اولا كنرشوا الحوتات ديالنا كاملين وحده بوحده. ضروري هاد الخطوه حتى غادي نكملوا الكميه اللي عندي ديال الحوت. صافي هنايا بعد ما دهنتهم كاملين من الفوق غادي ندخلهم من الفران اللي ديجا سخون من الفوق ومن التحت، كيكون سخون من قبل، وكندخلوا الحوت ديالنا حتى كيطيب. وفي هذه اللحظه راه طيب من الفوق ومن التحت، ولكن ضروري حنا غادي نديروا هذه العمليه. غادي نخرجوا الطاوه من الفران وغادي نقلبوا الحوت ديالنا، يعني غنقلبوا حبه بحبه باش غادي يجينا مقرمل حتى من الجهه الاخرى. هو راه طيب ماشي ما طيبش، ولكن جهه مقرمله وجهه ما مقرملاش. وكيف كتعرفوا السرديل باش ما كيكون مقرمل باش ما كيجي رائع بزاف، وكتجي فيه واحد البنه واحد القرمشه اللي رائعه. هنايا بعد ما قلبتهم على الفاصل الاخر غادي ندخلهم باش يتكرملوا من الجهه الاخرى، وغادي نخرجهم. هنايا بعد ما خرجتهم من الفرن وقدمتهم هنايا في التبصيل ديال التقديم. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، وانا مأكده 100% انكم الا جربتوا هذا الحوت هذا ما غاديش تبقاو تستغنوا عليه نهائيا، سيرتو الى تبعتوا يعني الخطوات اللي شاركت معكم كاملين خطوه بخطوه. حتى لما عندكمش هذاك المركز ديال الفلفله يعني ماشي ضروري، حاولوا تقليو غير تشوي واحد الفلفله وطحنوها وديروها معهم، اولا يعني باش ما تستخدموها فيه وديروا غير لاصوص ديال الطماطم كافيه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وغادي نقول لكم الى اللقاء. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله في شي وصفه اخرى بحول الله.